انا مش عارفه هي ليه بتتباع بره غاليه كده، بس انا عملت كميه كبيره جدا بنص كيلو دقيق بربع التكلفه، وكانت طريه وهشه والجبنه سايحه جواها وحلوه قوي، تنفع للفطار والعشاء. تعالوا بقى اقول لكم الطريقه. انا هنا في بوله جبت كوبايه لبن، حطيت عليها معلقتين خميره وبدات اقلبها كويس، لازم الخميره تدوب. وضفت معلقه معجون طماطم، انتوا برضو براحتكم دي اختياري، ومعلقتين سكر صغيرين، وبدات ادوب فيها. لازم الخميره تدوب في اللبن. هنا المعلقه ما كانتش عامله حاجه فلجأت للمضرب. بصوا هنا كانت خلاص الخميره دابت، بركن ده على جنب، وبعد كده بقى ايه هرجع له تاني. في بوله تانية جبت نص كيلو دقيق، ضفت عليه معلقه ملح وكوبايه زيت كبيره، وبدات اقلبه، وجبت بقى الخليط بتاع اللبن والخميره وبدات اعجن بيه. اعجن كويس لحد ما كونت معايا العجينه اللي انتوا شايفينها دي، كانت طريه وحلوه قوي. سبتها نص ساعه تخمر لحد بس ما يتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين. وبشكلها بقى بالطريقه اللي تعجبك، يعني شكليها بالطريقه اللي تعجبك. انا هنا فردت نص العجينه وحطيت جواها جبنه. طبعا الحشو برضو بتقدري تتحكمي فيه. انا هنا كنت بفرد الحشو كويس لاني هلفها. بعد كده بقطعها كده مربعات صغيره، زي ما قلتلك انتي تقدري تشكليها بالطريقه اللي تعجبك. وفي صينيه عندي كنت دهناها زيت، بدات احط فيها العجين وادخله الفرن على درجه حراره 180، وبعد ربع ساعه بالظبط طلعت الحلاوه دي. كميه كبيره جدا وكانت تحفه وطعمها فظيع.